وحشتوني قوي، يا رب دايما تكونوا بخير. ايه رأيكم النهاردة نعمل مع بعض فراخ في الفرن بتتبيلة خطيرة؟ دي طريقتي المعتمدة دايما اللي بعمل بيها الفراخ لما بحب اعمل فراخ في الفرن. الفراخ من جوه بتبقى جوسي، وكل حتة في الفرخة شاربة من التتبيلة، واخدة كده لون خطير من بره. من الاخر يعني هتعجبكم جدا جدا انا متأكدة، وكمان هتنفع قوي في رمضان، هتبقى حلوة قوي. فيلا بينا اقول لكم انا عملتها ازاي، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. واللي اول مرة يشوفني انا رغدان. اول حاجة احنا هنبتدي بالتتبيلة اللي هنتبل بيها الفرخة. انا قطعت 3 بصلات وسط، متقطعة كده، متقطعين صغير، وقرن ونص فلفل حامي تقدروا تستبدلوه بارد، و3 فصوص من الثوم. هحطهم كده في طبق او بولة، وحطيت عليهم كوباية زبادي من الصغيرة اللي هي 105 جرام، معلقة كبيرة من معجون الطماطم، ونص معلقة هريسة شطة، و3 معالق من صويا صوص بس ده خفيف، معلقتين من دبس الرمان. حطيت الملح، حط التوابل بقى، معلقة وربع من الفلفل الاسود، دي معلقة صغيرة، معلقة صغيرة برضو بابريكا، ومعلقة وربع 7 بهارات، نص معلقة كركم، ونص معلقة كمون، وربع معلقة او اقل كمان شوية من القرفة. هقلب كل التتبيلة والحاجات دي مع بعض، ودي كده التتبيلة بتاعت الفرخة جاهزة. دي فرخة كيلو 800 جرام، غسلتها ونشفتها كويس وفتحتها من الظهر كده زي ما انتوا شايفين. بصوا انا هفتح كده بين الجلد واللحم، بس طبعا مش بضمير قوي يعني زي الحمام، بس عشان احشي التتبيلة دي تحت الجلد. وزي ما انتوا شايفين انا من النص كده مش فاتحه الجلد، عشان ما تبقى شكلها وحش بعد ما تستوي والجلد ينزل لتحت كده. هنحط بقى من التتبيله دي حبه كويسين كتير كده تحت الجلد. ودايما بحب اعمل مساج للفرخه، بحس كده ان هي بتشرب التتبيله احسن وبتبقى احلى بكتير. هنقلها بقى في الصينيه اللي هدخلها الفرن، ومن جوه برضو هحط من التتبيله، وهفضل برضو اعمل مساج كده للفرخه. يعني هنعمل لها مساج دقيقتين 3، مش اكتر من كده يعني. بعدين هقلبها تاني. بصوا برضو انا هسلك كده بين الجلد واللحم برضو في الورك، بس مش كله يعني. وهحط برضو من التتبيلة دي بتفرق جدا في التتبيلة بتاعت الفراخ، هتلاقوا كل قطعة في الفرخة شاربة التتبيلة. بصوا من هنا كده، وهدخل برضو البصل اخر حبة بقى احطهم، وبرضو هعمل كده مساج للفرخة. هشيل بعد كده بس اي زيادات كده بمنديل من على الصينيه عشان ما تتحرقش لما تدخل الفرن. كده بقى الفراخ كانت جاهزه ان هي تدخل الفرن. هغطيها بورق فويل، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 من تحت كده. هتقعد تقريبا ساعه يعني من ساعه لساعه وربع، انا قعدت معايا ساعه و10 دقايق عشان تبقى مستويه كويس قوي. وهي في الفرن بقى انا عملت رز بسمتي، تقدروا تعملوا جنبها اي حاجه تحبوها، اي نوع رز، مكرونه، بتمشي مع اي حاجه. وبعد كده ساعة و10 دقايق زي ما قلت لكم من تحت وهي متغطية بورق الفويل، شلت ورق الفويل وطلعتها، بس دهنتها يعني دهنة سمنة كده عشان تاخد لون سريع وتحتفظ بالطراوة اللي جوه اللحمة. بعد كده بقى دخلتها تحت الشواية، خدت كده من 10 لربع ساعة. واي حتة هتاخد اللون سريع ممكن تقدروا تغطوها كده بحتة ورق فويل عشان يبقى كلها تقريبا نفس اللون. كده كانت الفرخة جاهزة. مش قادرة اقول لكم خطيرة قد ايه. لحم الفرخة طري وكله نكهات من التتبيلة. كمان تقدروا تعملوها بفراخ متقطعة، يعني متقطعة 4 أو 8، مش لازم فرخة كده على بعضها. بصوا خطيرة التتبيلة تجنن، أكيد شكلها باين حكاية. والصوص كمان اللي بينزل من الفراخ تقدروا تعملوا بيه أي نوع خضار أو كده، أكيد مش هيترمي يعني. عملت كمان معاها سلطة زبادي بتليق قوي مع رز بسمتي. واكيد زي كل مره انا مش هقول لكم يا ريت تجربوها، انا هقول لكم لازم تجربوها عشان هي هتعجبكم جدا، انا واثقه من نفسي. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لو ما اشتركتوش في القناه. بحبكم قوي قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.